بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، أنا أحمد شريف أحييكم برفقة الزملاء العاملين الفنيين والإداريين والمشرفين. نحييكم ونرحب بعنايتكم أجمل ترحيب أينما كنتم داخل الوطن العزيز الأسير وخارجه. في هذه اللغة وفي رحابها نلتقي دوما أسبوعيا، وكل سعادة وفرح نتحدث عن لغتنا الجميلة، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. ويقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية دوما أيها الأحباب نفتتح البرنامج ونختتم بها. فأهلا بكم إلى الحلقة رقم 203 بحمده تعالى، فكونوا معنا أيها السادة والسيدات. مشاهدي الكرام، أم، أعتقد أننا يعني انقطعنا فترة من الزمن ولم نتحدث ولم نقرأ شعرا في هذه القناة التي تهتم. جزء من رسالتنا في برنامج مع اللغة العربية هو الشعر العربي، حيث الشعر ديوان العرب. ودوما كنت أحدث نفسي وأقول: متى أتحدث عن الشاعر عبد الله البردوني كما هي مكتوبة، شاعر اليمن الأول. هو شاعر وناقد وأديب ومؤرخ ومدرس، رحم الله عبد الله البردوني. وأنا حقيقة أول مرة أستمع أو أعرف اسمه من خلال الندوة الأسبوعية التي كان يعقدها أستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه، صالون الأصالة في مدرمان أبروف. فكان يذكر في ذلك المجلس اسم الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني رحمة الله عليه، والناس يقولون البردوني، وكما هي مكتوبة البردوني، على غرار ما كان يصلحه الشاعر المصري الكبير رحمة الله عليه، آه، عبد الرحمن الأبنودي. الناس يقولون هكذا، وعندما يتحدث هو في وسائل الإعلام يقول عبد الرحمن الأبنودي. هي ينسب إلى أبنود وليس أبنود. وبذات القدر عبد الله البردوني أعتقد ينسب إلى منطقة يعني، لكن الصحيح أن يقال البردوني. طبعا لا يذكر الشعر ولا يذكر الأدب والعروبة في غياب اليمن. وحيث سئل ذات مرة كثير من الأدباء والشعراء اليمنيين أنهم لماذا لا يضيفون الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية اليمنية كما هي موجودة دولة الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية، وهكذا يعني. فكانوا يردون ويقولون أن اليمن لا يحتاج تعريفا عربيا، حيث العروبة يمنية والحكمة يمانية، ونحن كإريتريين طبعا امتداد لذلك التاريخ العربي القادم من اليمن والجزيرة العربية السعودية وغيرها يعني. فكان يرد اسم البردوني كثير في صالون الأصالة مع كبار من الشعراء والأدباء السودانيين. والأستاذ فراج لأنه كان يلتقيه في مربد العراق، حيث المربد في أيام العراق الزاهرة والزاهية. فأعتقد كان الشاعران يلتقيان في العراق وغيرها من الأمسيات والمنتديات واللقاءات الأدبية والشعرية. حيث البردوني يعني كان رجل يعني شغل الدنيا، ملأ الدنيا وشغل الناس بشعره السياسي، بشعره الساخر، وبشعره السياسي الكبير. فلذلك اليوم عزيزي المشاهد، دعونا أو أدعوكم بكل حضور
أن ندخل إلى حديقة البردوني. عبد الله البردوني، تقول المعلومة، ولد عام 1929 وتوفي في أغسطس 1999، رحمه الله وأكرم مثواه. شاعر وناقد أدبي ومؤرخ ومدرس يمني، تناولت مؤلفاته تاريخ الشعر العربي القديم والحديث في اليمن، مواضيع سياسية متعلقة ببلده والثقافة الشعبية، أبرزها الصراع بين النظام الجمهوري والملكي الذي أطيح به في ثورة 26 من سبتمبر 1962. غلب على قصائده الرومانسية القومية والميل إلى السخرية والرثاء، وكان أسلوب ونمطية شعره تميل إلى الحداثة عكس الشعراء القبليين في اليمن. ولد البردوني عام 1929 في قرية البردون في محافظة ذمار، وأصيب بالجدري الذي أدى إلى فقدان بصره وهو في الخامسة من عمره. لقب على إثر ذلك بمعر اليمن نسبة إلى الشاعر أبو العلاء المعري، أو إلى الشاعر أبي العلاء المعري. تلقى تعليمه الأولي في قريته قبل أن ينتقل مغتربا عن أسرته إلى مدينة ذمار، والتحق بالمدرسة الشمسية الزيدية، المذهب يعني. بدأ اهتمامه بالشعر والأدب وهو في الثالثة عشر من عمره، ودأب على حفظ ما يقع بين يديه من قصائد، وانتقل إلى صنعاء في أواسط العشرينيات من عمره، ونال جائزة التفوق اللغوي من دار العلوم الشرعية. دخل السجن في عهد الإمام أحمد بن يحيى لمساندته ثورة الدستور عام 1948. طبعا البردوني كان يعني، أو البردوني كان غزير الإنتاج، أصدر 12 ديوان شعر من عام 61 إلى عام 94، ونال طبعا عدة جوائز، منها جائزة شوقي للشعر في القاهرة عام 1981، جائزة سلطان العويس في الإمارات 93، وجائزة أبي تمام في الموصل العراق 1971، وجائزة اليونسكو التي أصدرت عملة فضية عليها صورته عام 1982. أيها الأحباب الكرام، نحن نتحدث عن شاعر اليمن، الشاعر المفلق عبد الله البردوني، رحمه الله وأكرم مثواه. هذه صورته، ويسرنا سيداتي سادتي أن نقرأ من شعره وأن نستعرض جانبا من حياته. من دواوينه: من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، كائنات الشوق الآخر، رواق المصابيح، جواب العصور، رجعة الحكيم ابن زايد. العناوين بحد ذاتها يعني لا تشبه العناوين التقليدية في عناوين الدواوين أعني. البردوني آه، كان يجيد العربية الفصحى، وكذلك بعض اللهجات اليمنية. تزوج طبعا كما تقول الأخبار من أجمل ويعني أفضل بنات اليمن، زوجته فتحية الجرافي. وتقول الأخبار عزيزي المشاهد، هذا خارج المكتوب، أنها أعجبت بشعره فوقعت في حبه، فقيل لها أنه أعمى، لا يرى يعني، وعنده مشكلة في البصر. فقالت: يكفيني شعره ويكفيني جمال عينيه حتى لو لم يرى،
فأنا أراه بعيون الشعر والشعراء. فتزوجته من من حسنيات اليمن السعيد. والدته هي نخلة بنت أحمد عامر المنتصر. من مؤلفاته الأدبية والفكرية، وهو شاعر ومفكر على فكرة، من مؤلفاته الرحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه، قضايا يمنية، فنون الأدب الشعبي في اليمن، اليمن الجمهوري، الثقافة الشعبية، تجارب وأقاويل يمنية، الثقافة والثورة، من أول قصيدة إلى آخر طلقة، دراسة في شعر الزبيري وحياته وأشتات. هذه أشهر مؤلفاته الأدبية والفكرية. طبعا أعمال غير منشورة كثيرة جدا جدا للبردوني أو البردوني. له أعمال لم تطبع في حياته، طبعت منها من قبل الهيئة العامة للكتاب في صنعاء ديوانين في كتاب واحد عنوانهم رحلة ابن شاب قرناها، والعشق في مرافئ القمر، وأثارت جدلا في الوسط الثقافي اليمني، شكا في صحة نسبتها إليه رغم تأكيد أقرباء البردون على ذلك. وتقول الأخبار له أيضا كتاب نقدي مفقود، هو كتاب الجديد والمتجدد في الأدب والنقد، وكتاب ثوار في رحاب الله، وهو برنامج إذاعي يتحدث فيه عن شخصيات مغمورة من أبطال ثورة 26 سبتمبر 1962. غير أن زوجة الشاعر البردوني نفت حقيقة تلك الشائعات، وكشفت حقيقة الأمر بالقول: لم يكن لديه سوى ديوانين مخطوطين ولم يطبعا حتى اليوم. الكلام ده قبل سنين. الأول بعنوان رحلة من شاب من شاب قرناها، والثاني العشق على مرافئ القمر. وقد أخذتهما بعد رحيله من البيت وخبأتهما عند الحاج محمد الشاطبي، أحد أهم كتبة الأستاذ. كان يملي على طلابه أو الذين يتعاونون معه، وصديق وجليس دائم للأستاذ، وامتدت صداقتهما قرابة 50 عاما، بحيث كان يلازمه غالبية أوقاته. أما بقية الكتب التي يقال إنها ما زالت مخطوطة، هي مقالات كان الأستاذ ينشرها في عدد من الصحف المحلية. وله أيضا رواية مخطوطة بعنوان العم ميمون، وقد طبعت له من جانب قبل الهيئة العامة للكتاب في صنعاء أيضا كتاب بعنوان مستطرف معاصر، بالتعاون ماليا مع مؤسسة شعراء على نافذة العالم للثقافة والإبداع. أيها السادة والسيدات، فاصل قصير من قناة سلام الإعلامية المباركة في برنامجها مع اللغة العربية، ثم نأتي لنقرأ بعض القصائد، وسنبدأها أبو تمام وعروبة اليوم. فكونوا معنا أيها الأحباب. أيها الأحباب الكرام، قبل أن نأتي إلى رسالة البردوني إلى أبي تمام، حيث معروف الشاعر العباسي الكبير أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أحد أمراء البيان، له قصيدة مشهورة يعرفها الناس: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. البردوني كتب لأبي تمام هذه القصيدة، وفيها قدر كبير من الجرأة الأدبية والصراحة السياسية، وكذلك من العمق في الرؤى الأدبية والشعرية والصراحة والواقع السياسي المرير الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية. وهذا الكلام كتب البردوني وألقاها
في المربد. يقول أبو تمام عفوا، عبد الله البردوني أبو تمام وعروبة اليوم، هي من البحر البسيط: ما أصدق السيف إن لم يمضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدغ الغضب. بيض الصفائح أهدى حين تحملها أيد، إذا غلبت يعلو بها الغلب. وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم، سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. أدهى من الجهل علم يطمئن إلى أنصاف ناس طغوا بالعلم واغتصبوا. قالوا هم البشر الأرقى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. قبل أن أسترسل في قراءة أبو تمام وعروبة اليوم، أيها الأحباب، طبعا البردوني عنده كان لديه أسلوب من الإلقاء لا يشارك فيه أحد. أسلوب جميل حتى لو لم تظهر الكلمات بشكل واضح، لكن حقيقة كان أداؤه للشعر غناء، والشعر غناء عزيز المشاهد، وكل له طريقته في الأداء. أنا تعجبني أدواته في القراءة، ويأسرك وينقلك إلى رحاب الكلمات بطريقة متأنية وهادئة، وكأنه يقتطف الكلمات من بين حديقته البردونية الجميلة يقول: قالوا هم البشر الأرقى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. ماذا جرى يا أبا تمام تسألني؟ عفوا سأروي ولا تسأل، وما السبب؟ يدمى السؤال حياء حين نسأله، كيف احتفت بالعدا حيفا أو النقب؟ ماذا يلبي أما إصرار معتصم؟ كلا وأخزى من الإفشين ما صلبوا. اليوم عادت علوج الروم فاتحة، اليوم عادت علوج الروم فاتحة، وموطن العرب المسلوب والسلب. ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم نصدق، وقد صدغ التنجيم والكتب، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدت نارها الحطب. وقالت دوننا الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا، وإن تصدى له المستعمر سحبوا. هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم، هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم، ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا. الحاكمون واشنطن حكومتهم واللامعون، وما شعوا وما غربوا. القاتلون نبوغ الشعب ترضية، القاتلون نبوغ الشعب ترضية للمعتدين، وما أجدتهم القرب. لهم شموخ المثنى ظاهرا، ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسب. ماذا ترى
ماذا ترى يا أبا تمام؟ هل كذبت أحسابنا أو تناسى عرقه الذهب؟ ماذا ترى يا أبا تمام؟ هل كذبت أحسابنا أو تناسى عرقه الذهب؟ عروبة اليوم أخرى لا ينم على وجودها اسم ولا لون ولا لقب. عروبة اليوم أخرى لا ينم على وجودها اسم ولا لون ولا لقب. 90,000 لعمورية اتقدوا، وللمنجم قالوا إننا شهب. 90,000 لعمورية اتقدوا، 90,000 لعمورية اتقدوا، وللمنجم قالوا إننا الشهب. طيل انتظار قطاف الكرم، ما انتظروا نضج العناقيد، لكن قبلها التهبوا. واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب. طبعا اليوم فقنا 90 مليونا، واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب. تنسى الرؤوس العوالي نار نخوتها إذا امتطاها إلى أسياده الذنب. حبيب، حبيب وافيت من صنعاء يحملني نسر، وخلف ضلوعي يلهث العرب. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السل والجرب. ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. كانت تراقب صبح البعث فانبعثت في الحلم، ثم ارتمت تغفو وترتقب. لكنها رغم بخل الغيث ما برحت حبلى، وفي بطنها قحطان أو كرب. وفي أسى مقلتيها يغتلي يمن ثان، كحلم الصبا ينأى ويقترب. حبيب، حبيب تسأل عن حالي وكيف أنا، شبابة في شفاه الريح ينتعب. حبيب تسأل عن حالي وكيف أنا، شبابة في شفاه الريح تنتحب. كانت بلادك رحلا ظهر ناجية، أما بلادي فلا ظهر ولا غبب. رعيت كل جديد لحم راحلة، رعيت كل جديب لحم راحلة، كانت رعته وماء الروض ينسكب. ورحت من ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى، لأن طريق الراحة التعب. لكن أنا راحل في غير ما سفر، رحلي دمي وطريقي الجمر والحطب. إذا امتطيت ركابا للنوى فأنا في داخلي أمتطي ناري وأغترب. قبري ومأساة ميلادي على كتفي، وحولي العدم المنفوخ والصخب. حبيب، حبيب هذا صداك اليوم أنشده، لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟ ماذا أتعجب من شيبي على صغري؟ إني ولدت عجوزا كيف تعتجب؟ واليوم أذوي وطيش الفن
يعزفني والأربعون على خدي تلتهب. كذا إذا ابيض إيناع الحياة على وجه الأديب، أضاء الفكر والأدب. وأنت من شبت قبل الأربعين على نار الحماسة، تجلوها وتنتحب، وتجتدي كل لص مترف هبة، وأنت تعطيه شعرا فوق ما يهب. شرغت غربت من وال إلى ملك، يحثك الفقر أو يقتادك الطلب. طوفت حتى وصلت الموصل، انطفأت فيك الأماني ولم يشبع لها أرب. لكن موت المجيد الفذ يبدأه ولادة من صباها ترضع الحقب. حبيب، ما زال في عينيك أسئلة. حبيب، ما زال في عينيك أسئلة تبدو وتنسى حكاياها فتنتقب. وما تزال بحلقي ألف مبكية من رهبة البوح تستحيي وتضطرب. يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا، يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا، ونحن من دمنا نحسو ونحتلب. سحائب الغزو تشوينا وتحجبنا، يوما ستحبل من إرعادنا السحب. ألا ترى يا أبا تمام بارقنا، إن السماء ترجى حين تحتجب. إن السماء ترجى حين تحتجب. أيها الأحباب الكرام، نقرأ ذلك الوجع العربي الإسلامي في قراءة لقصيدة الشاعر عبد الله البردوني. رسالة لأبي تمام. أنتم أيها الأحباب تتابعون من قناة سلام حلقة في برنامج مع اللغة العربية، وندلف إلى قصيدة أخرى، الغزو من الداخل، وهي تحكي حالنا من أمة العرب والمسلمين. يقول البردوني: فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدغات وحشي يؤنسن وجهي الصخري، وفي أهداب أنثى في مناديل الهوى القهري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أقراص منع الحمل، وفي أنبوبة الحبر، وفي حرية الغثيان، وفي عبثية العمر، وفي عهد احتلال الأمس في تشكيله العصري، وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري. غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري. يحجر مولد الآتي يوشي الحاضر المزري. فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن، جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن. وكالأعمام والأخوال في الإصرار والوهن،
خطى أكتوبر انقلبت حزيرانية الكفن. ترقى العار في بيع، من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني. لماذا نحن يا مربي ويا منفى بلا سكن، بلا حلم بلا ذكرى بلا سلوى بلا حزن، يمانيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزن، ولكننا برغمكما بلا يمن بلا يمن، بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علن. أيا صنعاء متى تأتين من تابوتك العفن؟ أتسألني أتدري فات قبل مجيئه زمني؟ متى آتي ألا تدري إلى أين انثنت سفني؟ لقد عادت من الآتي إلى تاريخها الوثني. فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. شعاري اليوم يا مولاي نحن نبات إخصابك، لأن غناك أركعنا على أقدام أحبابك. أمير النفط نحن يداك نحن أحد أبنائك. أمير النفط نحن يداك نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشى إلى فضلات أكوابك. ومسؤولون في صنعاء ومسؤولون في صنعاء وفراشون في بابك، ومن دمنا على دمنا تموقع جيش إرهابك. لقد جئنا نجر الشعب في أعتابك، ونأتي كلما تهوى نمسح نعل حجابك، ونستجديك ألقابا نتوجها بألقابك، فمرنا كيفما شاءت نوايا ليل سردابك. نعم يا سيد الأذناب، إنا نحن خير أذنابك، إنا خير أذنابك، فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. وفي قصيدة من قصيدة غريبان وكانا هما البلد، يقول البردوني: وكيف كنتم تنوحون الرجال بلا نوح نموت كما يحيى بلا رشد، فوج يموت وننساه بأربعة، فلم يعد أحد يبكي على أحد. وفوق ذاك ألقى ألف مرتزق في اليوم يسألني ما لون معتقدي، بلا اعتقاد وهم مثلي بلا هدف، يا عم ما أرخص الإنسان في بلدي. قصيدة قوية. سنبيعكم لمن؟ سنبيعكم لمن؟ من يشتري منا العفن؟ من يشتري منا صراصير النذالة والوهن؟ من يشتري منا الكوارث والمصائب والحزن؟ من يشتري منا الجراثيم المضرة بالبدن؟ من يشتري منا اللصوص المستغلين الخون؟ من يشتري العملاء والجبناء والأوساخ؟ من؟ سنبيعكم لكن لمن؟ من يشتري منا الفطافط والضلافع والمحن؟ من يشتري منا البواسير الخبيثة والدرن؟ من يشتري شر الدواب وشر عباد الوثن؟ من يشتري عيبا يفضل عن مخازيه الكفن؟ من يشتري عارا علينا يستحي منه الزمن؟ سنبيعكم لكن لمن؟ لستم كلابا للحراسة، كيف يكون لكم ثمن؟ لستم كلابا للحراسة كي يكون لكم ثمن. لستم حميرا للركوب ولا بغانا للمؤن. لستم دجاجا تؤكلون ولا دوابا تحتضن. لستم نعالا تلبسون ولا عبيدا تؤتمن. من يشتري من يشتريكم من بلاد العرب
والعجم مجانا ومن سنبيعكم، لكنه لن يشتري أحد، ولن بالله لو أكرمتمونا فارحلوا عنا إذن، وإذا انتحرتم سوف نشكركم على حب الوطن. رحم الله البردوني رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ربما أقرأ هذه القصيدة ونتوقف. يقول: من أنا؟ من أنا؟ لا، هذه ليست للبردوني. لكن خلونا نقرأ شيئا من شعره كذلك. شعر البردوني شعر فيه فكر وفيه أشياء كثيرة، يعني لا تملك إلا أن الأحباب الكرام، سنودعكم على آه، قراءة القصيدة الأخيرة. لكن والله وأنا أقرأ يعني القصيدة قبل الأخيرة تذكرت أحد الأصدقاء، وأنا أيامي بالقاهرة كان أهداني ديوان الشاعر عبد الله البردوني، ديوانين، لكن للأسف الشديد لم أجلبه معي إلى أستراليا، هو في مكتبتي بالقاهرة. الشكر الجزيل للأخ العزيز الذي أهداني، وهو من أصدقائي في مدينة كسلة في مجموعة شلة المسرة. البردوني يقول في هذه القصيدة، هو دائما شعره فيه كثير من الحكم وكثير من السخرية، والشيء يعني الغوص في دهاليز هذه اللغة الجميلة. يقول في القصيدة الوطن: فيما احتجابك يا قصيدة ارتجي؟ أرتجي أن تشرقي وإليك مني ألتجي. أقدم فيك لكي تكوني بنيتي، ولديك أنسى لهجتي كي تلهجي. أبحرت من جدثي إليك لتبحري، وسبقت ميعادي لكي تتبرجي. كي تبدعي مني سواي، لأنني رغم اسم الحركي مثنى العرفج، ولذلك جئت إلى وضوحك بعدما ميزت وجه حقيقتي من بهرجي. بستان وجهك يا قصيدة دلني، أتمانعين الآن أن تتأرجي؟ إني اهتديت إلى خبائك فافتحي لي مدخلا، أو حاولي أن تخرجي. خدي سياجك فهو زيف توهم، يأبى الجموح عليك أن تتسيجي. شبق الصبا يحمر في شفتيك إلى صهيل كالحصان اليعوج. ما أورقت فيك الشرارات التي لا تنطفي إلا لكي تتأججي. إن الطفور خيار قلبك قبل أن تستجملي مسعاك أو تستسمجي. تخشين من غسق الظروف خرافة ما أحلو لك إلا لكي تتوهجي. قمم الهزائم بالظروف تحججوا، أضعفت بالعدوى لكي تتحججي. أنت الظروف جميعها، فتزيني بالأمسيات، وبالصباح تمدلجي. كالصيف أذكى مقلتيك وأمطري، كالصيف أذكي مقلتيك وأمطري. كدجى الخريف وكالربيع تعسلجي. أيخيفك التهريج؟ هذا قصده كي لا تخافي، غردي أو هرجي. دلي عليك بنار قلبك كله،
لن يستطيع أو لن يسقط الإزعاج حتى تزعجي. لن تحرقي غسقا إذا لم تحرقي، لن تنضجي طبقا إذا لم تنضجي. أزعمت نوم البوح فيك سياسة، إن احتمال الصمت موت، موت سجسجي. ما أنت يا بنت الأزقة والربا كالعابثات، ولا هواك بنفسجي. لا أنت عاشقة الهروب ولا أنا بسوى التهرب والسكوت تأدلجي. أترينني أترينني في باب خدرك أو خدرك باحثا عن موطني. أرجوك لا تتفرجي، قولي لمعتسفي طريقك ها هنا تصميم قافلتي وهذا منهجي. تدرين مأساتي، نفاني منهجا نسبي ومن نفخ الغرور المذحج. من هجنوا نسبي لأني حائك، مثل الأولى سخروا لأني عربجي. والآن حوكني لأصبح حائكا. من سوف يغزلني إذا لم تنسجي؟ لم يبقى غيرك يا قصيدة موئلا، وأخاف من أن تنجدي أو تخجلي. أكتوبر 1983. سأكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، وكانت عن الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني رحمه الله وأكرم مثواه. ربما نأتي في حلقات قادمات لنقلب وإياكم صفحات ذلك الشاعر العربي اليمني الكبير عبد الله البردوني رحمه الله وأكرم مثواه. أيها الأحباب الكرام، كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف، وكانت الحلقة رقم 203 بحمده تعالى من قناة سلام الإعلامية المباركة. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. آمل أن ألتقيكم في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.